السلام عليكم، إن شاء الله الكل يكون بخير. أهلا وسهلا بكم في قناة الرياضيات مع كريم أسهل. راح نراجع الفيديو الماضي اللي هو كان ضرب الإشارات. قلنا ضرب الإشارات في عندي طريقين، أما تكون نفس الإشارة أو تكون مختلفتين. إذا كان نفس الإشارة يعني زائد ضرب زائد أو ناقص ضرب ناقص، دائما وأبدا تكون الناتج هو بالإشارة الموجبة يعني زاد. أو إذا كانوا مختلفين بالإشارة يعني زائد ضرب ناقص أو ناقص ضرب زائد، دائما تكون الإشارة هي سالبة يعني بالإشارة الناقص. ناخذ أمثلة، يعني زائد 2 ضرب 4. طبعا العدد الذي لا يحوي إشارته هي الزائد. زائد ضرب زائد نفس الإشارة، قلنا الإشارة راح تكون موجبة يعني زائد 2 ضرب 4 8. طيب إذا كان مختلفين ناخذ مثال، ناقص 5 ضرب الزائد 3. طبعا إذا كانت العملية أقواس، إذا كان في أقواس معناته العملية هي عملية الضرب. ناقص ضرب زائد مختلفين، الناتج راح يكون سالب. و5 ضرب 3 15. موضوعنا لهذا اليوم هو قسمة الإشارات. قسمة الإشارات يا طلاب، القسمة هي توأم الضرب يعني نفس الطريقة. مثلا إذا كان نفس الإشارة وإذا كان مختلفين بالإشارتين. إذا كان نفس الإشارة يعني زائد تقسيم زائد أو ناقص تقسيم ناقص، دائما راح تكون الإشارة هي الإشارة الموجبة يعني زائد. أو إذا كان مختلفين يعني زائد تقسيم ناقص أو ناقص تقسيم زائد. إذا كان الإشارتين مختلفتين دائما تكون الناتج بالإشارة السالبة. أعطيني مثال يا أستاذ. طيب زائد 9 تقسيم زائد 3. زائد تقسيم زائد نفس الإشارة الناتج موجب يعني زائد 9 تقسيم 3. مثال ثاني، ناقص 12 تقسيم ناقص 4. ناقص تقسيم ناقص نفس الإشارة معناته الناتج هو موجب زائد 12 تقسيم 4 3. أما إذا كان مختلفين ناخذ أمثلة، ناقص 20 مثلا تقسيم الزائد 5. ناقص تقسيم زائد مختلفين معناته الناتج راح يكون هو سالب 20 تقسيم 5 4. مثال ثاني، زائد 18 تقسيم ناقص 9. زائد تقسيم ناقص مثل ما حكينا 18 تقسيم 9 2. نعيد مع بعض يا جماعة على السريع. قسمة الإشارات في عندي خيارين، أما نفس الإشارة أو تكون مختلفتين. إذا كان نفس الإشارة يعني زائد مع زائد أو ناقص مع ناقص يعني يكون العملية العددين متوافقين. إذا كان متوافقين راح يكون الناتج هو موجب. وإذا كانوا مختلفين بالإشارة يعني اثنين متعاكسات بالإشارة راح يكون أكيد النواتج راح تكون سلبية، في الإشارة هي ناقص. زائد 9 تقسيم زائد 3 نفس الإشارة متوافقين، فالناتج راح يكون موجب يعني 9 تقسيم 3. والناقص 12 تقسيم ناقص 4 هدول زاد متفقين بالرأي، فالناتج راح يكون موجب زائد 12 تقسيم 4 3. طيب إذا كان ناقص 20 تقسيم زائد 5 مختلفين بالرأي، ناقص تقسيم زائد راح يكون الناتج هو سالب و20 تقسيم 5 4. زائد 18 تقسيم ناقص 9 مختلفين بالرأي، زائد تقسيم ناقص راح يكون الناتج ناقص، و18 تقسيم 9 راح يكون الناتج 2 يعني الناتج ناقص 2. ولا ننسى الواجب المنزلي. بس طبعا قبل ما اكتب الوظيفة يا ريت الكل يشارك القناة
وشاركها مع أصدقائه حتى تعمل فائدة. الوظيفة راح تكون زائد 9 تقسيم ناقص 9، والناقص 16 تقسيم ناقص 4، والزائد 36 تقسيم زائد 2. طبعا بالدرس الجاي راح نتعرف على الكسور، جمع الكسور، قسمة الكسور، ضرب الكسور. اشوفكم خير الفيديو الجاي.